ما في منا الآن من يستمع ويتخصص في دعوة النخبة مثلا. ما في شخص منا الآن من يتبنى مثلا المهندسين في الشركات. ما في شخص منا الآن يتبنى مثلا الجالية الصينية على سبيل المثال في البلد. ما في منا شخص الآن يتبنى مثلا دعوة المشاهير عبر الشبكات الاجتماعية. ما في منا شخص الآن قادر على أنه يتبنى فقط إيصال كتاب للتعريف بالإسلام إلى كل مكتبة في العالم. طبعا ما زلنا على الدعوة الإلكترونية، لا زلنا نتحدث الإلكترونية. هل منا شخص قادر أنه فقط يخرج بتطبيق أبليكيشن بسيط، مو بشرط أنه يبرمجه، اليوم ما تكلفك 3000 ريال، تجمعه وانت جالس بمجلس من اخوانك ومن اقاربك وتطلع تطبيق ينشر المحتوى الالكتروني الاسلامي. ما فينا شخص اليوم يتبنى حساب على الفيسبوك او حساب على السناب شات او حساب على التويتر وينشر فيه محتوى اسلامي. الموضوع بسيط، لكنه يحتاج الى توفيق من الله قبل كل شيء، ثم همه وهم حقيقي عند هذا الشخص، وثم يحتاج انه يكون له بالفعل مجالسه مع صالحين، مجالسه مع اصحاب همم، بحيث يحفزون انه يستمر في هذا الموضوع. هذه والله الرساله اللي نسمعها من امثال هؤلاء. عشان كذا مهم انه الشخص يكون له محطات يتزود فيها بحيث انه يستمر في الموضوع. هالمحطات في الدعوه الالكترونيه جانبين، الجانب الاول انه يكون لي ناس سواء اذا كنت اخت مع مجموعه اخوات، اذا كان شخص مع مجموعه من الاخوه يتواصلون عندهم في هالجانب. الجانب الثاني التقني، ليكن لك اشتراك في النشرات التقنية اللي من خلالها تتابع أحدث التقنيات. هالموضوع بيحفزك، دام لك هم في الدعوة، كل ما شفت تقنية جديدة حاول أنك تفكر كيف استخدم التقنية الآن في الدعوة، وبالتالي لن تقف. اليوم تويتر موجود راح، سناب شات الآن هو اللي الترند، ترى بيروح سناب شات بيجي غيره. لما تكون لك اشتراك في نشرة تقنية تشاهد اسبوعيا احدث التقنيات، على الاقل بتكون محفز لك دوما انه في تقنيه جديده وشاركوا مستخدمه في الموضوع. احد الشباب عجبتني كثير، استخدم هو كان تخصص في مجال التقنيات الالكترونيه، الشيبس ما الشيبس، فكان يصنع بعض الشغلات يسمونها الار اف اي دي، اللي هي الاشعه معينه تلتقط السياره عن بعد، تفتح البوابه لك، تفتح لك بيتك، تستخدم في البيوت الذكيه. الشخص استخدم التقنيه في ايش؟ استخدمها في البوابات الخاصة للمجمعات العمالية، عشان يعرف العمال إذا رجعوا للسكن متى. عمال المقاولات يشتغلون 12 ساعة 14 ساعة، فأصبح يستخدم التقنية. إذا رجعت الباصات لمكان السكن عرف أنهم موجودين، صاروا يعرف الآن يوم إجازتهم متى، هل هو جمعة ولا سبت، هل هو اثنين تغير ولا ما تغير، عن طريق هذا. وصار مجهز لهم دعاة، عارف مواعيدهم الآن فقط، عرف أنهم اليوم ما طلعوا، أخذ دعيته مباشرة وراح واستأذن ودخل عليهم. تقنية بسيطة ما كلفته ترى 70-80 ريال انه يركبها على البوابه واستاذن الجماعه وسوى. متى نستخدم التقنيات بذكاء؟ الكل قادر. انا اقول احنا كشعب، احنا بالسعوديه فقط لوحدنا شبابنا يمكن 7-8 مليون. يا سلام. لو 10% منهم 700,000، لو كل واحد منهم تبنى الان مشروع بسيط، لا تكبر مشروعك، خذ عهد الان على نفسك ان مشروعك يطلع قبل نهايه رمضان.